عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيد الاستهداف من منظمة ملوك الاستهداف. اليوم الدرس الثاني من دورة تعليم الهاكر من الصفر حتى الاحتراف. درسنا اليوم راح يكون عن شرح اعدادات الفيسبوك. اول شيء اعدادات الفيسبوك تبلش من عام. ندخل هون الاسم عندك اسم الكامل هو الاسم الاجنبي وهذا المعترف عليه. في عندك هون اسم بديل، هذا مو معترف عليه وقد ما غيرته بتقدر تغيره. في هون إضافة اسمك مكتوب بلغة معينة، يعني هون اللغة العربية. إذا عندك اسم عربي وزغرف حاب تكتبه بالعربي بتكتبه هون، إذا ما بتكتب اسمك بالعربي خلص هنيك. هلا بالنسبة للفيس توثيق الهويات وهيك تأكيد حساب هوية راح يعترفوا على هذا الاسم فقط. هداك الاسم يعني حتى لو شو من كان ما راح يعترفوا عليه. هون راح يعني إذا عندك وثيقة تثبت بهذا الاسم تقدر تأكد حسابك، أو بالاسم اللي أنت كاتبه هون راح يكون تأكيد على هذا الاسم حتى لو كان اسمك هنيك شو من كان. هلا شلون بيطلع هون؟ هلا كل شيء بيستخدم الفيس بالعربي بيطلع عنده اسمك بالعربي اللي كاتبه هون انت. كل شيء بيستخدم الفيس بالاجنبي راح يطلع عنده الاسم الاساسي اللي هو هذا. تمام هيك؟ لهون شرحنا اول قائمة. القائمة الثانية هي اسم المستخدم. يعني اسم المستخدم راح يكون انت دائما حط اسم المستخدم غير اسم البريد الالكتروني حتى ما يقدروا يوصلوا للبريد الالكتروني تبعك بسهولة. يعني اسم المستخدم انا حاطه سيرفر كلين. تمام؟ هي كلين بس انا كاتبه كلاين. مهم هذا الاسم شو بينفعني؟ يعني مثلا رابط حسابي www.facebook.com/server.clean بكون هيك رابط حسابي. هلا هون انت شو من كتبت هون راح يصير رابط حسابك بعد www.facebook.com. بيكتب هون بيكتبوا لك بصير يعني رابط حسابك مثل ما راح تكتب انت اسم المستخدم هون. تمام. هلا بيجيك الشغله الثانيه البريد الالكتروني. طبعا يفضل تضيف بريد اكثر من بريد الكتروني حتى طبعا نكون كل موثوقين. هلا كيف تضيف بريد الكتروني؟ نضيف بريد الكتروني اخر. نفتح اول شيء بنعمل بريد جيميل، هوت ميل، ياهو، ميل، اي بريد الكتروني من الاساسيات اللي شرحت عنهم انا. نيجي لهون نفتح البريد اول شيء صندوق علبة الوارد ونجيب اسم البريد الالكتروني ونلصقه هون. نعطيه اوكي حفظ تغييرات. هلا شو بيقول لك؟ للتأكيد ارسلنا اليك رسالة تحمل رابط. تجي لهون انت تلاقي اجتك رسالة تفتحها. اول رابط بيجيك بصندوق الوارد تكبس عليه بينقلك على صفحة تانية بيقول لك تم تأكيد البريد الالكتروني. تمام. هيك بنضاف معك بريد الالكتروني. واذا حبيت تزيل طبعا هلا هذا ما بينزال الا لحتى تضيف بريد الكتروني جديد. لما بضيف بريد الكتروني جديد بصير بقدر احذف هذا. تمام. هلا بيجي عندك كلمة سر، يعني معروف هاي الشغلة كل العالم تستخدم الفيس لازم تكون تعرفها. حالية جديدة مرة تانية وبتغير معك كلمة السر. هلا بالنسبة لكلمة السر حط انت بكلمة السر ما تخليها ارقام ولا مثل اسمك، ولا يعني حط رموز مثلا نجم، مساطر، ات، مربع، اشارة دولار مثلا، اشارة بالمية، اقواس، هيك شيء. الفيس مسامح لك بكل الاحرف وطبعا ما تروح تنساها يعني للكلمة. هون لغة الفيس اذا عندك الفيس اجنبي او اذا بدك تحول الفيس للاجنبي تختار من هون اللغة. اوكي اللغة اللي بدك اياها وتشغل عليه الفيس. يصير الفيس مجرد انك تفتحه يفتح لك باللغة اللي انت حطيتها هون. هاي انساها يعني ما بعرف ليش صراحة جديدة لسه. الامان اشعارات تسجيل دخول مثلا تلقى اشعارات بس شو شغلتها هاي؟ لما حدا بيسجل دخول على حسابك بصير يبعث لك رسالة على بريدك الالكتروني انه فلان ترى وصل لحسابك، في حدا وصل لحسابك. انت بتعمل هون رسالة نصية. هاي اذا حطت رقمك بصير يبعثوا لك رسائل نصية، واذا ما حطت رقمك بتحط البريد الالكتروني. تمام. بصير لما يفوت حتى انت لما تفوت يقول لك حفظ المتصفح ولا عدم الحفظ. تمام. هلا هاي شغلات تنفعنا. اذا متصفحك انت الاساسي بتحط له حفظ. اذا متصفح عند صاحبك او بجوال او كذا لا تحط له حفظ، حط له عدم الحفظ لما بتسجل دخولك. مولد الرموز او الموافقة على تسجيل دخول. هلا هاي
اهم نقطة للي بيشتغلوا بالهكر، اللي خايفين على حسابهم، يلي بده يوصل لنقطة امان غير محدودة. يعني هلا انت هون اذا شغلت هذا الحكي، انا ما بشغله هلا، اذا شغلت انت هذا طلب رمز امان للوصول الى حسابي، شو يعني؟ يعني بصير لو حدا وصل لكلمة السر تبعك واجا ليفتحها من اي متصفح غير متصفحك انت، راح يطلب منه رمز. هذا الرمز كيف بيوصلك؟ اما عن طريق رسالة، او انت تنسخ 10 رموز امان وبتخليهم عندك. تمام. هني بيعطوك هون الحصول، بتكتب لما بتختارها طلب رمز دخول، بقول لك شروع في العمل على الرقم الفلاني، اوكي، وبيسألك اي نوع تستخدم من الهواتف. كل الامور هاي يعني شغلات كتير بسيطة، لما بتحطها بصير انت يعني امان اللي عندك خلص غير محدود. يعني حتى لو اي هاكر اخترق جهازك، اخترق جوالك، اخترق حسابك، اي شيء، وكتب كلمة سر، راح يقول له ادخل رسالة التي ارسلناها الى الموبايل الفلاني، اوكي، او اعطيني احد الرموز العشرة اللي اعطيناك اياهم احتياط. او هلا لما تفتح جوال انت، تكون فاتح فيسك من موبايل، في عندك شغلة بالخيارات اسمها مولد الرموز، تلاقيها لما بتفتحها بتتغير كل 15 ثانية او 30 ثانية. هذا الرمز كمان بيشتغل هون، بصير يشتغل بوقتها، اوكي. هاي النقطة نفسها تابعة للي فوق. يعني كلمة سر التطبيقات مثلا، إذا في تطبيق أو شيء بتستخدمه بتحط فينك كلمة سر هون. جهات الاتصال الموثوقة، هاي نقطة حلوة كمان. بتضيف أنت أصدقاء مثلا، صاحبي فلان وصاحبي فلان وصاحبي فلان، أو إيميل الثاني، إيميل الثالث، إيميل الرابع، تكتب اسمه هون، أي اسم تكتبه، وبتبلش تضيف العالم، تقول إنه هذا موثوق. بصير هلا إذا حدي أو إذا نسيت كلمة السر أو حد يوصل لحسابك، لازم يبعتوا رسائل للأصدقاء اللي أنت حطيتهم هون لحتى تقدر توصل لحسابك مرة ثانية. المتصفحات الموثوق بها، هاي لما انت بتعمل حفظ وعدم الحفظ، كل شيء بتعمل له حفظ بينزل هون. تمام. لما بصير مثلا في عملية اختراق او عملية نسيان باسورد او شيء على الحساب، او نشاط غريب، يعني حدا سجل دخول او كذا، بقول له يرجع تسجيل الدخول من متصفح قد دخلته سابقا. طيب هو شو عرفه؟ تكون انت هون عامل له حفظ المتصفح. لما بتعمل عدم الحفظ ما بينزل، لما بتعمل حفظ تلاقي نزل هون حفظ المتصفح. تمام. بصير بدك ترجع من المتصفح. مثلا انا هلا حافظ هذا المتصفح، عملت له حفظ، خلص ما عاد يطلب مره ثانيه. بس ما بروح حرفيا وبعمل حفظ، لا، خلص بحفظ بس متصفحي انا الخاص اللي بقدر اوصل له مره ثانيه. طبعا اذا فرمت الجهاز راح يتغير هذا الحكي، راح يتغير اي بي المتصفح اللي هن حفظوه. هلا هون فينك تشوف من وين مسجلين دخول. يعني اخر مره فينك، هاي المواقع بيعطيك الموقع عن طريق الاي بي تقريبا، بيعطيك مواقع او الجلسات النشطة، الجلسات النشطة عفوا، ويعني مين فاتح حسابك حاليا، ومن كم جهاز مفتوح. تمام. لهون خلصنا. لا، خصوصية واليوميات والإشارة هدول مو كتير مهمات بالأمر اللي نحن بنحكي فيه. يعني الهاتف محمول، فضل انك تضيف رقمك الخاص شخصي. هون متابعون، تطبيقات الإعلانات. طبعا التطبيقات هون بدك دير بالك منها، ممكن يصير الهكر عن طريق تطبيقات. فينا هون إذا التطبيق مو واثق منه أنت لا تخليه، عطول شيله، عطول شيله إذا التطبيق عندك. مثل أنا هلا عندي فورشرت، عندي تراكس مملكي، مثلا هيك بزيل التطبيق إذا لقيت التطبيق مو عاجبني. لوحة الإبلاغات، إذا بلغت عن حدا هون بيطلع لك على مين بلغت أنت. تمام. تدخل على لوحة الإبلاغات وبتشوف إبلاغاتك أنت، مثلا بلغت عن فلان، بلغت عن فلان، بلغت. لحد الآن هيك كون شرحت أنا قائمة الأمان، قائمة الهاي. نفس الوقت هلا أنت إذا بدك تخترق حدا أو اخترقت إيميل حدا، تمام، يعني أول شيء بتدخل أنت لما بتخترق حدا على السريع، كلمة السر طبعا آخر شيء غيرها. تدخل أول شيء على الأمان، بتظبط الإعدادات، بتغير البريد، بتضيف بريد جديد هون، بتضيف بريد، تحذف القديم. لما بتضيف البريد وبتأكده الرسالة طبعا الرابط وبتأكده وكل شيء تمام، هلا بتعمل هيك للأول إزالة، بتعمل حفظ التغييرات، تمام، مشان ما يقدر يسترجع يعني.
وتدخل على الأمان، تشغل إذا فينك تحط رقم، إذا كثير مهم الضحية تحط رقم، تشغل مولد الرموز، بتشغل كثير شغلات، يعني كل الشغلات بتشغلها، كل الأمان اللي حكيت عنه بتعمله، بتحط أصدقاء موثوقين. آخر شيء تغير كلمة السر، بتقول له تسجيل الخروجي من بقية الأجهزة. هيك بكون إن شاء الله يعني بدك تكون يعني ما بيقدر يرجع الحساب هو اللي اخترقته. تمام. هيك إذا اخترقت حدا. هلا في شغلة أطفال الإبلاغ بتستخدمها. يعني شو يعني أطفال الإبلاغ؟ هلا أطفال الإبلاغ اللي بيبلغوا على حسابات ناس، مثلا بيدخلوا على أي حساب. بس لحظة بس هذا الحساب بكبس أنا هيك إبلاغ. تمام. بصير يبلغوا. هلا في كذا طريقة للإبلاغ. بتطير الحساب، يعني بتخلي الحساب ينشال. الإبلاغ عن الحساب طبعا على الأغلب يكونوا مخصوصين بهاي النقطة، الإبلاغ عن الحساب. وفي ثغرات كتير، يعني في ثغرات إبلاغ كتير. طبعا هاي جمعة بدك تكون لك معارف دائمة، أو بدك تضل أنت بشكل دائم عم تجرب هي لحتى يزبط معك شيء، أو بدك تدخل على الفيسبوك مزبوط وتحفظه مزبوط لحتى تقدر تطلع شيء جديد. تمام. مثلا تستخدم اسما زائفا، أو هذا الشخص مزعج، أو تدعي أنه أنا، أو غير لائق، أو هذا حساب زائف تمثل شخص صفحة شركة أعمال. يعني في كتير من أنواع من الإبلاغات. تمام. إحدى الثغرات مثلا، هلا ما راح أعطيك ثغرات إبلاغ، بس إحدى الثغرات هي صارت مشهورة كتير، إنه بيجي واحد بيعمل حساب جديد أو حساب قديم، بس هذا الحساب تاريخه 2014. أنا بجيب حساب 2011. تمام. بعمل اسمه علي المهداوي مثل ما مكتوب هون، بحط صورته، بحط غلافه، بحط مواليده، بحط يعني بحاول اعمل نسخة منه. وبيجي لهون تدعي هذه اليوميات انه انا او شخص اعرفه. متابعة، تعطيه تدعي انه انا. متابعة، تكبس تقديم تقرير الى فيسبوك، تقديم الى فيسبوك للمراجعة. مهم لما بس انكتبت تقديم هاي، يعني خلص الابلاغ طلع، بيراجعوه الفيسبوك، بيشوفوا اذا حكيك صح. بما انه انا حسابي اقدم فبيطير الحساب. طبعا هاي الشغله يعني احيانا بتشتغل احيانا ما بتشتغل، فما بعرف. انا ما كتير بشتغل على الابلاغ يعني. تمام. لحد الان هيك كون شرحت عن الفيس شوي، وان شاء الله بالدروس الجاي راح نبلش بالهكر. يعني لحد الان هلا انا عم بعطيك شيء اساس حتى انت تكون مؤهل لانك تصير هكر. هلا بكل درس انا راح انشر روابط، طبعا روابط تحت الفيديو باليوتيوب. يعني جرب تدخل اي يوتيوب اكتب دقيقة شو، اي فيديو باليوتيوب مثلا في عندك بالوصف. تمام. في عندك بالوصف هون تلاقي روابط، تلاقي كذا. طبعا هو شو بيكون شارح، بيحط لك رابطه. مثلا شرح عن برنامج بيحط لك رابطه هون، شرح عن شيء بيحط لك رابطه هون، بيقول لك بيشرح مثلا بيحط الوصف. تمام. بهون تقدر يعني تاخذ الفيديو اللي بدك اياه. او مثلا انا قلت لك اذا قلت لك اني انا حطيت لك رابط اسفل الفيديو، يعني انت بتنزل تخلص من الفيديو اللي هون، تخلص من الفيديو اللي هون، تنزل لتحت، تعمل عرض المزيد، تلاقي روابط هون. تمام. هيك يعني بصير الشرح وبصير الحكي. اوكي، لهون مخلص الدرس الثاني، و يكون الدرس الثالث ان شاء الله نكون بلشنا بالهكر. لحد الان انتم ان شاء الله بتكونوا صرتوا مؤهلين انه تتعلموا او تصير يعني تعرف شلون بصير الهكر وهالشغلات هاي. بشوفكم الدرس القادم ان شاء الله. لا تنسوا تحطوا لايك لصفحتنا واشتراك لقناتي حتى يوصلك كل جديد، مشانك مو مشاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.